مش كل حاجة على النت نصدقها ومش كل حاجة ممكن نجربها. لكن النهاردة جربت تجربة حلوة جدا، ان انا جبت السمسم وخلطته على الطحين في حاجة خرافية بجد، وعملت لي احلى نوع من الطحينة اول مرة نجربها واشوف النتيجة بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. لايك وشير واشتراك لهبة تي في كالعادة، وبتمنى بجد ان انتوا تشوفوا الفيديو للنهاية، لان الفيديو ده فيه توفير التوفير مع هبة تي في. ويلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبدأ الحلقة معانا. عندي هنا كوب من السمسم عليه كده كوب من الطحينة، فهنبدأ ان احنا نقلب الاتنين مع بعض. طبعا هنا كوب السمسم ده حوالي نص كيلو من السمسم. رحت الحكاية الأول ابتدت لما رحت أشتري كيلو طحينة من عند العطار، فقال لي كيلو الطحينة ب110. طب أعمل إيه؟ طبعا كيلو الطحينة ب110 كتير جدا. قلت له طب اديني نص كيلو من السمسم وهجرب حاجة كده أنا شفتها على النت، ولو طلعت حلوة أنا طبعا هخليك تعمل أحلى كمية طحينة، وكمان توفر وتبقى ما شاء الله بجد، يعني هيوفر معاك كمية هايلة جدا. فجبت كوب من الطحينة عليه كوب من السمسم، وكان عندي كده حوالي كوب الا ربع من الفول السوداني. طبعا مسكته رحت حطاه طبعا في الميكرويف او في الفرن الحراري، واديته كده تحميصه حلوه، لان ده طبعا بيفرق في طعم الطحينه قوي. لما نحط الفول السوداني ني بيديكي كده بنه في الاخر لما بيقعد معاكي حوالي اسبوع في التلاجة، لكن لما بنحمصه هو والسمسم بيفرق في الطعم، وكمان بيفرق في ريحه الطحينه. قلبت التلاته مع بعض ونزلت كده بربع معلقه صغيره من الملح، علشان هنا الملح بيعدل لي طبعا مذاق الطحينه. هنبدأ بقى في الخطوة المهمة ان احنا بنطحن بقى التلاتة مع بعض. طب واحدة تقولي طب ليه يا هبة ما الدقيق كده كده مطحون؟ حطي السمسم وحطي الفول السوداني وطحنيه مع بعض كالعادة. لا بجد بيفرق هنا كمان في القوام وفي الطعم، لما بتطحني التلاتة مع بعض بيديكي كده قوام سبحان الله حلو جدا، وكمان كريحة حلوة قوي. بدأت بقى ان انا اطحن كل الكمية باللي انتوا شايفينه ده، بدأت بتبقى زي كده ايه رمل البحر المبلول. بالشكل ده. اهم حاجة ان انت تطحني التلات مكونات مع بعض كويس جدا. وهنبدأ بقى في الخطوة المهمة. أهم حاجة إن احنا نفرط بقى كده الكمية اللي معانا، علشان بتبقى ملزقة أو طبعا مبكبجة على بعضها. نبدأ إن احنا نفرطها كده بالمعلقة زي ما انتم شايفين، ونسيبها تهدى شوية علشان سخونية المطحنة. طبعا لما بتسيبيها تهدى بتديكي نتيجة حلوة جدا وكمان كطعم. سبتها كده تهدى تماما، وبدأت إن أنا بقى أجيب الخلاط بتاعي. هنحط هنا حوالي كوب من الخليط اللي احنا كنا طحنينه. والخطوة المهمة ان احنا بنحط كمية الزيت بتبقى متساوية مع كمية السمسم وكمان كمية الفول او الدقيق. هبدأ بقى ان انا بنفس المعيار اللي انا حطيت بيه السمسم، هنبدأ ان احنا نعاير كده كمية الزيت. هنا نوع الزيت بيفرق في الطعم. اهم حاجه ان انت تحطي نوع زيت كويس، زي سلايد زي عباد الشمس طبعا زي صني. المهم ان التلات اسماء اللي انا قلت عليهم دول احلى نوع من انواع الزيت اللي انت ممكن تعملي بيه الطحينه. طبعا في انواع كتيره جدا، فالانواع دي بتبقاش رخيصه كمان، لكن بتديكي نتيجه حلوه شويه. هنبدا بقى ان احنا نحطه كده في الخلاط ونزود. كل ما بنزود وكل ما احنا شغالين في الخلاط بنزود الكميه اللي احنا طبعا كنا حاطينها. هنا هيبدا يتقل معاكي. طب اعمل ايه؟ احط زيت تاني؟ لا، انا هنا جربت حاجه حلوه جدا. توفير اولا في الزيت، لان طبعا الزيت غالي قوي، وكمان في بعض الناس ما بتحبش كميه الزيت بتبقى طبعا في الطحينه كتيره. فانا جربت تجربه وطلعت حلوه جدا. بدات ان انا بعد ما حطيت الكميه بقت تقيله قوي في الخلاط. طب هي محتاجه حاجه من الاتنين، يا محتاجه ان احنا نضيف عليها كده زيت، او ان احنا نحط عليها ميه. وطبعا الطحينه ما بيتحطش عليها ميه نهائي. فبدات ان انا اجيب بقى الكميه الاول كلها بعد ما الخلاط مشي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا لما جيت خلطته بالشكل ده ما مشيش معايا الخلاط نهائي، فبدات بقى ان انا ازود كوب كامل من الميه. طبعا هو فتح معايا اللون زي ما انتم شايفين، لكن بجد اداني نتيجه حلوه جدا كطعم وكمان كلون وكريحه. فرق جدا في كميه الطحينه. وبدات ان انا امشي الخلاط معاه، وكمان زود لي الكمية. والطحينة دي بجد أول مرة أجربها، طلعت النتيجة حلوة جدا، موفرة قوي. من 3 أكواب عملوا لي حوالي كيلو ونص من الطحينة، أو 2 كيلو إلا ربع كمان. يعني أنا بعد ما خلصتهم ووزنتهم هقول لكم في الآخر اداني قد إيه. هنا طبعا هنبدأ بقى أهم حاجة إن احنا نحطها في البطرمانات زي ما انتم شايفين ما شاء الله القوام
وكمان اللون فتح معايا شويه. لو حابه ان انت تسيبي اللون غامق تبدأي إن أنتِ ما تضيفيش طبعًا مَيّة نهائي، لكن هنا سرعة الخلاط عندي ما كانتش قوية لدرجة إن هي كانت تمشّي الخلاط. حاجة كده بسم الله ما شاء الله حلوة جدًا بجد، طعمها حلو جدًا والريحة، وتقدري إن أنتِ تشيليها أكبر فترة ممكنة في التلاجة. أنا طبعًا وزنت العبوتين، واحدة فيهم جات 750 جرام، والبطرمان التاني جه حوالي 780 جرام. يعني ما شاء الله لو هنحسب الاتنين كده على بعضيهم حوالي كيلو ونص من الطحينة ب160 جرام، يعني الكيلو الطحينة ب110، فهنبدأ إن إحنا نحسب الاتنين في حوالي 160 جنيه. يعني توفير التوفير بجد. من حوالي كده 50 جنيه أنا جبت ب25 جنيه سمسم، ب10 جنيه فول سوداني، وطبعا أقل من ربع كيلو من الدقيق بحوالي 7 جنيه. الحكاية كلها على بعضها مش هتكمل حتى 60 جنيه، فوفرنا كتير جدا. عملنا حاجة احنا بنحبها في البيت، وطبعا تنفع في المشاوي، وتقدري ان انت تخزنيها كمان لمدة لا تقل عن 15 يوم في الرف بتاع التلاجة. اتمنى بقى ان النهارده الفيديو يكون مختلف تماما، واتمنى كمان ان انتوا تعملوا لايك وشير واشتراك ليا، واشوفكم بقى في حلقة جديدة وفيديو جديد من حلقات هبة تي في. باي باي.